كذا مرة في حياتي وقفت حسيت لا أنا عايزة أسيب المجال، عايزة أنسحب لأنه كده كتير. كنت بقعد أتكلم مع عيلتي جوزي وبناتي وكانوا دايما يقولوا لي لا ما تسيبيش ده، تعملي حاجة كويسة ما تسيبيهاش، بس من فضلك ارجعي من الشغل بدري. ساعتها كان محتاج إن فعلا أنا أنسق وقتي وأنظم الجدول بتاعي. أنا بالنسبة لي شغلي عشان كان عندي الجيمات بتاعتي كنت بحس إن أنا زي ما أكون بستضيف الناس، كل المشتركين دول كانوا ضيوفي، فكنت بصمم اشوفهم الصبح وبعد الظهر، اشوف المجموعه بتاعت الصبح واشوف مجموعه بعد الظهر. طبعا دلوقتي اللي بقول كان ممكن اعمل، مش لازم كل يوم اشوف كل الناس بعد الظهر، كان ممكن قوي اعمل شهر 3 ايام في الاسبوع بعد الظهر والصبح اوكي لانه البنات في المدرسه وكل واحد عنده شغله، والشهر اللي بعده 3 ايام تانية في الاسبوع بعد الظهر. لكن كنت دايما حاسه لا لازم ابقى موجوده ولازم احل المشاكل ولازم اشوف واتاكد ان الشغل ماشي مظبوط. طبعا ده مهم، بس كان ممكن بشوية انضباط كان ممكن أغير الجدول ده شوية. لغاية مؤخرا أنا دايما في الشغل، مثلا أنا دلوقتي لما ببقى في أمريكا بحاول إني ما أخدش حصص منتظمة، أبقى أنا دايما بس بغطي الناس اللي مش قادرة تروح. لكن كل مرة بعمل كده بيبقى هم عندهم نقص فبيحتاجوني فيقولوا لي طب خدي بس الحصة دي خدي الحصة دي. فالمهم عندي حصص مستمرة بتاعتي أنا، يعني أكتر من 10 في الأسبوع.